زمان قالوا في الأمثال المصالح بتتصالح، وبما إن مفيش مصالح يبقى الأشخاص مش هتتصالح. ده الوصف اللي ينطبق على صبحي عبد السلام أحد هزاز الرؤوس في قناة نادي الزمالك. انقلب على مرتضى منصور بعد ما مرتضى منصور طرده من القناة. وأنا على طريقة طارق عصفورة او طارق السيد شامم ريحة ايهاب فرخة في الموضوع. ايهاب فرخة هو يعني دلوقتي المقرب لمرتضى منصور، وما تعرفش اصل هم بيسجلوا لبعض وبيوقعوا في بعض بيقولوا كلام على بعض. ابو مين اللي عايز يزيح التاني من مكانه علشان هو بدل ما يطلع يعني مع اشخاص يطلع هو لوحده ويبقى هو نجم الشباك. فانا شاكك في ايهاب فرخة ان هو ورا طرد صبحي عبد السلام خارج قناه الزمالك، ولكن احنا مش دلوقتي مش في مين طرده والسبب ايه والكلام ده. انا سمعكم دلوقتي تسجيل صوتي لصبحي عبد السلام احد هزاز الرؤوس وهو بيخبط في مرتضى منصور وهو بيخبط في اداره نادي الزمالك، وحاجه يعني على غير العاده، على الرغم ان هو كان دائم التطبيل لمرتضى وعياله وكان دائم الهجوم بسبب ومن غير سبب على النادي الاهلي، لدرجه ان هو كان بيقول انا عايز النادي الاهلي وكابتن الخطيب يجي يعمل معايشه مع مرتضى منصور عشان يتعلم فن الاداره. تخيل مرتضى منصور اللي غرق نادي الزمالك في الديون وفي المشاكل وفي المصايب وفي القضايا. يعني صبحي عبد السلام كان بيقول لكابتن الخطيب تعالى اتعلم من الخطيب. طيب يعني تعالى اتعلم من مرتضى، قصدي بيقول للخطيب تعالى اتعلم من مرتضى. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف صبحي عبد السلام قال ايه. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا قناتكم قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي انا سايب لك لينك القناه الاساسيه بتاعتنا الاهلاويه على اليوتيوب واحد عددها 52,000. اتمنى حضراتكم تشتركوا فيها علشان ما يفوتكمش اي فيديو قوي بينزل على القناه. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف صبحي عبد السلام قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. نسمع. النهارده في احداث يعني خصوصا في نادي الزمالك محتاجه توضيح، محتاجه كشف عن اسرارها. وانا النهارده يعني كالعاده هكون صريح معاكم جدا وهقدم اكتر من مفاجاه واكتر من خبر هيبقى يمكن صادم بالنسبه لجماهير الزمالك او يمكن شويه مستغرب، لكن خلينا نعترف ان الزمالك وصل لحاله صعبه جدا 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 على اي زملكاوي. يعني مش عايزين نجمل حالتنا علشان نتجاوز المرحله دي، لابد نعترف ان احنا في مأساة حقيقيه، في مشكله كبيره جدا. الزمالك بيمر بأسوأ مرحله في تاريخه، ما اعرفش مين المعني ومين صاحب اجنده تخريب نادي الزمالك تحديدا، لكن هم ناس كتير قوي. احنا من هنا بنحاول، انا كزملكاوي معاكم ومع كل زملكاوي شريف بنحاول ان احنا نحط ايدينا على الحقيقه وكده وننفض الغبار على نادي كبير بحجم الزمالك. حرام وعيب انه يوصل للمستوى ده. تيجي البطوله ايه نيجي نتكلم لو حصل للزمالك وخرج هنحمل مجلس الاداره مسؤوليه التقصير في مراحل ونقولها. لو كسب هنشكر اللعيبه والجهاز الفني اللي حاول بقدر الامكان انه يعوض الفتره دي من الراحه البدنيه اللي حصلت ويعوض اللعيبه هناك في فانا انتوا مستعجلين ليه؟ من ايام كنا بنلعب برضه في البطوله العربيه لكره القدم وبرضه في المملكه العربيه السعوديه وبرضه مع اول فوز مع الاتحاد المنستيري، كل اللي طلع طبل وزمر ورقص وكأن الزمالك خد البطوله وكأن الزمالك تأهل لكاس عالم. يا جماعه ده مجرد مباراه، هي بدايه، لكن النهايات هي الاصعب، الادوار الجايه هي الاصعب. مين بقى كان السبب؟ مين كان البتاع؟ الزمالك هو في النهايه اللي هيدفع الثمن سواء كان بطل او خسر. ليه بيطلع يقول لك لا يعني انت بتحاول تنسب لحد؟ طب ما هو الحد ده يا سيدي بيدير النادي كله. الفريق سافر، ما هو طبيعي الفريق يسافر، اللي مش طبيعي ان الفريق ما يسافرش. عنده ازمه، طيب ما انا مش مسؤول عن الازمه، مش انا اللي عملتها. يعني مش الجماهير اللي عملتها، الجماهير ما لهاش غير نتائج والفرق. بنتكلم بالراحه وبهدوء علشان ما حدش يقول ان احنا بنتجنى على حد او واخدين صف حد ضد حد. انا هنا زملكاوي بس يعني زملكاوي بس، مش على حساب حد الا مع الكيان. استنوا يا جماعه اصبروا، خدوا عظه من البطوله العربيه لكره القدم. قعدنا نقلب ونسقف ونرقص والفريق طلع من الدور الاول، لان احنا من البدايه اتخانقنا مين صاحب الانجاز. من البدايه قلنا ننسب مين؟ ده انتصار مباراه يا جماعه. هو ايه اللي حصل لجماهير نادي الزمالك؟ انتوا بيضحك عليكم بسهوله ليه؟ من فضلك اصبر واستنى كملوا. انما مش هطلع اعمل خناقه مين سبب الانجاز، مين صاحب الانجاز؟ صاحب الانجاز هو الزمالك، وصاحب الاخفاق ايضا هو الزمالك. اي مجلس اداره في العالم مسؤول عن الاخفاقات وعن الانجازات. يعني لكن مش معنى ان كل مباراه اطلع ادور على حد انسب له الفضل. لا، الفضل للفريق والجهاز الفني اللي راحوا اللاعبين. الفضل اللاعبين شايفين لاقيين المر بقالهم فتره وراحوا رجاله وقفوا وقفه رجاله زي ما كان بيقول محمود المليجي. مجلس اداره الزمالك دلوقتي الكلام موجه للمجلس بالكامل. ده بكلم من اول خالد لطيف، وان كان دلوقتي احمد مقدم عن خالد لانه راجل قائم باعمال رئيس نادي. يعني دي اختيار مجلس الاداره، خلاص انتوا حرين مفيش مشكله.
ان شاء الله تجيب اصغر عضو او عضو في المجلس وتحطه فوق انت حر. لكن انا بقى عشان اخاطب حضرتك، هل ينفع الزمالك وسط الازمات والتناشقات والتمزقات والخسائر والحروب يعمل نقطه من اول السطر؟ يقدر المجلس الحالي يستغل الفتره دي قبل الانتخابات في انه يفتح صفحه جديده مع كل الناس؟ هل ينفع نقد وش الزمالك الحلو تكون وظيفتهم اعاده علاقه الزمالك بالعالم الخارجي تاني؟ يفتحوا خط اتصال مع كل المتخاصمين والمنتقدين ينفع؟ يعني ينفع النهارده نبدا مصالحه مع ممدوح عباس مع رموز الزمالك؟ احنا كل قضيتنا دلوقتي قاعدين من مشكله لمشكله لورطه لحد ما احنا لا عارفين نجيب صفقات ولا عارفين ندفع الفلوس بتاعت المشاكل والخلافات الموجوده مع الفيفا ولا عارفين نعمل حاجه ابدا. طب ما هو البدايه اصلاح. فاذا كان الزمالك عنده خصومات كتير فالزمالك اللي يدفع الثمن. الزمالك عنده ازمات كتير، عنده انه للاسف الشديد مختلف مع كل الناس، مع كتير من عناصر اللعبه، مع كتير من مؤسسات الرياضه في مصر، مع كتير من الاعلام المصري. يا اخي اعصر على نفسك ليمونه بقى لو انت في ناس مش عايز تتعامل معاها، لو بتحب الزمالك اعصر على نفسك ليمونه وروح عشان النادي. طبعا حاجه في منتهى الغرابه ان صبحي عبد السلام اللي بيطبل لمرتضى منصور، اللي كان لو نادي الزمالك فاز على كفر ابو عجوه كان بيطلع اول واحد صبحي عبد السلام ويطبل ويرقص للفوز على كفر ابو عجوه ويقول لك احنا فزنا على كفر ابو عجوه وانا برجع الفوز دوا والفضل دوا لمرتضى منصور واحمد مرتضى وامير مرتضى. يا راجل ازاي الكلام ده؟ هو زي ما انا بقول لك كده. تخيل بقى دلوقتي الاخ صبحي طالع بيقول ان نادي الزمالك يعني وقع في ازمات ووقع في كوارث، وانتوا فرحانين يا جماعه ان انتوا فزتوا على المستري، انتوا فرحانين ان انتوا خدتوا تيشيرت رونالدو، انتوا فرحانين بالتعادل امام النصر السعودي، انتوا بتتكلموا ازاي؟ ده احنا طلعنا من البطوله. لا يا شيخ، انت لسه فاكر دلوقتي ان انت طلعت من البطوله؟ الكلام ده كان فين لما كنت في القناه؟ انا راهنكم لو صبحي عبد السلام جاله عرض من قناه النادي الاهلي وقالوا له تعالى اشتم مرتضى منصور، هيروحوا يشتم مرتضى منصور. هم دول بقى المرتزقه اللي احنا كنا بنحكي عليهم زمان. على الرغم ان الافندي ده كان بيطلع يقول لك ايه، العيال بتوع اليوتيوب الفيسبوك واليوتيوب جننهم عشان الدولار وعشان الفلوس. هو صبحي عبد السلام نفسه بيعمل فيديوهات على الفيسبوك عشان يقبض منها فلوس، عشان يفعل ارباح وياخد منها فلوس. سبحانك يا رب، كل ما يقولوا كلمه تنطبق عليهم. يقولوا ان فلان حرامي تنطبق عليهم، يقولوا ان فلان مدلس او فلان فيه وفيه بينطبق عليهم. كانوا زعلانين ان بيقولوا ان الاهلاويه بتقول عليهم هزازي رؤوس. يعني اهو اديكوا شفتوا عفوا اديكوا شفتوا هو نفسه بينتقد يعني اصحابه من هزاز الرؤوس في قناه الزمالك ان هم ازاي تفرحوا في مباراه يعني نادي الزمالك يفوز على المستري. العبره بالخواتيم، العبره بالنهايه، العبره بمشوارك في البطوله. انت فرحان ان انت طلعت من الدور الاول، فرحان. على الرغم صبحي عبد السلام نفسه كان عامل يعني هيصه وزيطه وزماره وطبله ورق وطار لما كان نادي الزمالك بيفوز على اي فريق ضعيف بنتيجه كبيره، وكان يطلع يهاجم. يعني مره فاكرين الماتش بتاع ال6-1 بتاع المقاولين لما قال خبط في احمد موسى، قال احمد موسى ما شافش نادي الزمالك بيفوز على كذا وعلى كذا وعلى كذا، ده اعلامي مضلل، ده اعلامي مرتزق، ده اعلامي مش عارف ايه، ده سمج وانا مش بحبه وانا مش بطيء. تخيل. ومع ذلك يطلع دلوقتي ويقول لك هزاز الرؤوس فيهم وفيهم ونادي الزمالك فيه وفيه، والمفروض مصالحه مع الرموز ومصالحه مش عارف مع مين. طبعا ما هو دلوقتي خلاص اتمنع الشاي بالياسمين عنه، فلازم يخبط في اداره نادي الزمالك ولازم يخبط في مسؤولي نادي الزمالك. كل يوم بتسقط ورقه توت من شجره التوت في خريف مرتضى منصور، وبيبين لك قد ايه ان الناس دي فعلا اللي بيقبضها هو اللي بيحط على لسانها الكلام اللي عايز يتقال. اول ما تنطرد بره يبتدي ضميرها يصحى، او بمعنى اخر يبتدي يغازل الجماهير عشان هو هيجيب مشاهدات منين الا من الجماهير اللي هتتفرج عليه. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش يا اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشرة. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.